من اكتر الحاجات اللي بتواجه بنات كتير بداية من فترة المراهقة هي فكرة حب الشباب. تبقى صاحبتها وشها مفيهوش اي مشكلة، وهي تلاقي بشرتها بدأ يظهر فيها حبوب شباب وبدأت يحصل فيها مشاكل كتير، وانا شخصيا اتعرضت لده وقعدت كتير قوي اعالج اعراض او اثار حب الشباب بعد كده. فهقول لك دلوقتي على الحاجات اللي انا لو رجع بيا الزمن وكنت عارفاها في التغذية كنت هوفر على نفسي كتير قوي وهقلل من مشاكل حب الشباب. مبدئيا مهم تعرفي ان حب الشباب فيه جينات، ولو انت بشرتك دهنيه او لو انت بالوراثه مثلا كان عندك حد في عيلتك عنده مشاكل في بشرته ممكن يتنقل لك ده. الكلام ده كله معروف، بس يا جماعه في حاجه اسمها ايبيجيناتكس. الايبيجيناتكس دي هي العوامل اللي انا بخلي بيها ان الجين ده يبدا يظهر. فانا لو خدت بالي من العوامل دي هبدا احل المشكله دي. في وقتي انا وانا في المراهقه ما كانش لسه الناس بدات تفهم ان الاكل مرتبط بكل حاجه قوي كده. يعني انا حتى كنت بروح لدكاتره الجلديه ما بيجيبوليش سيره الاكل، يعني يقولوا لي لا بس هو ادهني الكريم الفلاني والكلام ده كله. بس طبعا انا كحد درس تغذيه وعرفت الموضوع فلا الاكل ليه دور كبير قوي. فهقول لك دلوقتي على الحاجات اللي تتجنبيها عشان خاطر تساعدي ان حب الشباب يقل، والحاجات اللي تساعدك اصلا تحافظي على بشرتك. زي ما دايما بتكلم في اي فيديو او اي مشكله صحيه في الحياه سواء في البشره او في الجسم، اول حاجه هقولها قطع السكر الابيض والحاجات اللي بتعلي سكر الدم قوي زي الدقيق الابيض والحاجات اللي هي الملزلزه دي اول حاجه لازم تتمنع وما فيهاش نقاش. السكر لما سكر الدم بيعلى قوي كده في حاجه اسمها انسولين لايك جروث فاكتور رقم 1، ده بيبدأ ان هو يزيد وده بيبدأ يزود افراز الدهون في البشرة ويبدأ يزود الالتهابات. فقطع السكر الابيض ما فيهوش نقاش خالص، يعني خلاص المفروض تبقوا حفظتوا. يعني اي حاجة بقول لكم عليها بقول لكم قطع السكر. اللحوم المصنعة بقى انتوا سمعتوا عن الحاجات اللي حصلت عليها ان بتزود الاصابة بمرض سرطان القولون بنسبة 17 او 18%، ودي الحاجات اللي بجودة عالية. احنا هنا في مصر يعني حاجات جودتها معروفة، طبعا مش هتكلم في الموضوع ده. بس انت متخيله بقى ان الحاجات دي اصلا الالتهابات اللي بتعملها بتوصل لكانسر. ففي التهابات كتيره قوي بتعملها في الامعاء، والوش او الجلد عموما هو مرايه الامعاء. فاللحوم المصنعه تتقطع، اي حاجه في علبه اقطعيها، اي حاجه حتى لو صحيه. يعني انا الناس مثلا بتقول لي ايه مثلا في الدايت بيشتركوا معايا ناكل تونه مثلا، نجيب علبه تونه. يا جماعه لا، ما تجيبوش تونه، هاتي سمك ماكريل واعملي تونه في البيت. كل ما خطوات التصنيع قلت كل ما قدرتي تحافظي على صحة جسمك عموما، وصحة جسمك دي هتكون المراية ليها طبعا بشرتك. اللبن بقى يعني المفروض دلوقتي الناس تكون فهمت اللبن. يا جماعة في دراسات بالكوم بتتكلم على علاقة اللبن بالتهابات البشرة وبحب الشباب بالذات. فالمفروض اللبن اصلا هو مش حاجة صحية تشرب، وعموما يعني حتى لو انت بتحاولي تخسي او كده فاللبن اساسا هايبر انسولينيميك او بيعلي سكر الدم قوي وبيعلي من افراز الانسولين قوي، فده هيصعب نزول الوزن وهيزود الالتهاب. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا نعملها عشان خاطر نحسن من بشرتنا ونقلل من افراز الحبوب او من افراز الدهون اللي بتسبب الحبوب؟ الصيام يا جماعه. انا لو رجع بيا الزمن لمرحله المراهقه بتاعتي انا كنت هلتزم بالصيام المتقطع على طول. الصيام من اكتر الحاجات اللي بتقلل الالتهابات وبتقوي مناعه الجلد بشكل ما تتخيليهوش. بلس ان الصيام كمان بيزود الجروث هرمون. الجروث هرمون في دراسات كتيره جدا اثبتت انه بيساعد في فكره التئام البشره. يعني انت مثلا لو عندك حبايه وعامله التهابات وكده، الجروث هرمون ده لما بيزيد بيبدا ان هو يقلل من الالتهابات بتاعه البشره. البروتين بتاعك يكون بنسب كويسه، مهم تفطري بروتين والغدا بتاعك يكون بروتين. ما ينفعش في السن ده، انا فاكره في السن ده كان اكلي واكل كل البنات تقريبا كنا عارفين اللي هو الباتيه والشيبسي والكلام ده كله طبعا غلط. لا، كلي بيض وكلي جبنه قريش وخدي بروتين بنسبه كويسه. الخضار ثابت معاكي خصوصا الخضروات الورقيه مهم جدا تكون في الروتين بتاعك. حاولي ما تعمليش حاجات مقليه، يعني عموما المقليات حاولي تبعدي عنها وخلي اكلك دايما مشوي او مسلوق، بلاش الاكل يكون. دايت البحر المتوسط لو عرفتي تعمليه يبقى كتر خيرك. يعني لو عرفتي تاكلي سمك 3 مرات في الاسبوع خصوصا الاسماك الدهنيه زي الماكريل يبقى كتر خيرك. دي بتقلل جدا مستوى الالتهابات في الجسم. مهم جدا تشربي ميه كفايه عشان خاطر الميه بتطرد السموم وفي نفس الوقت بتساعد على ترطيب البشره. في تمرينات المقاومه صديقك الصدوق لعلاج مشاكل البشره ولعلاج مشاكل الجسم بشكل عام. حاولي انك تتمرني باستمرار لان التمرينات برضو بتزود الجي اتش او الجروث هرمون، وده بيساعد ان البشره تكون صافيه اكتر وبيقوي من مناعه الجلد. فبالتالي البكتيريا اللي بتسبب المشكله بتاعه الحبوب دي بتبدا ان هي تقل. لو هقولك بقى على حاجات تعمليها كده، عندك البنجر. البنجر مضاد اكسده قوي جدا، وفي البدايه طعمه هيبقى رخم بس لو حطيتي بنجر على جزر
ومثلا ادي البرتقال داخل علينا اهو، يعني ضربتي معاه برتقال بيبقى طعمه حلو قوي. وهتعودي على طعمه. بس في نفس الوقت يا جماعه اصلا الجزر فيه الريتينول. الريتينول ده اللي هو بيقلل اساسا، يعني في دواء اساسا بيتاخد للناس اللي عندها حبوب كتير مشتق من فيتامين اي. فالجزر اصلا بيبقى فيه فيتامين اي وده مفيد جدا للبشره. فمهم انك تشربي البنجر. من الحاجات برضو اللي مؤخرا اتعملت عليها دراسات كتيرة قوي وقالت ان هي من اقوى مضادات الاكسده هي الكركديه. مهم تشربي كركديه بشكل يومي. قرفه بقى، جنزبيل، كركم، ينسون، الحاجات دي كلها بتظبط الهرمونات وبتكون مضاد اكسده قوي. وانتي اصلا لو ظبطتي اكلك هتلاقي هرموناتك بنسبه كبيره بدات تظبط. فمشكله حب الشباب هتبدا. فيتامين د لو ناقص هيبدأ ان هو يعمل التهابات كتيرة جدا في البشرة وممكن يكون سبب من اسباب زيادة حب الشباب. فمهم فيتامين د يكون مظبوط عندك. البروبايوتكس كمان مهم ان البكتيريا بتاعت الامعاء تكون صحية، لان يا جماعة البشرة فعلا مراية الامعاء. فمهم في ناس بتاخد بروبايوتكس. انت اصلا لو ظبطتي اكلك بصوره ما هتلاقي ان بكتيريا الامعاء عندك بدات تظبط، فده هيحسن من حاله بشرتك. النصايح بقى العامه اللي انا هديها لك بره عن التغذيه، ما تفرقعيش الحبايه. التزمي بترطيب كويس، لان انت ممكن تبقي فاكره ان انا اصل بشرتي دهنيه فمش هرطبها، فده يزود الحبوب. لان البشره بتبقى عايزه تاخد الترطيب بتاعها، هي ناشفه فتبدا تطلع دهون زياده فتزود الحبوب. فمهم ترطبي بشرتك كويس. ما تقلقيش، فتره وهتعدي، ولو التزمتي بالحاجات دي هتلاقي مشكله حب الشباب عندك اتحسنت جدا. وبس، كان معاكم دكتور ايمان اشرف. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.